السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا كيكة البركان بطريقة مختلفة وسهلة جدا على ست البيت، وكمان كيكة هشة وخفيفة. فتابعوا معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله تستفيدي. بس حابة أقولك الأول، لو أنت أول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك، ويلا بينا نشوف الكيكة اتعملت ازاي. هنعمل مع بعضينا الكيكة، والكيكة ديت هتعتمديها بعد كده لأنها خفيفة جدا وهشة، وكمان بتتعمل في الخلاط ومقاديرها بسيطة. أول حاجة كده في البولة أنا هنزل بيه كوبايتين من الدقيق يكون لجميع الأغراض، عليهم معلقتين كده من النشا، وكيس كيك شيف وده بالظبط 23 جرام أو أي بيكنج باودر متوفر عندك، ورشة ملح. هنخل كده كل المواد دي مع بعضيها وأقلبها بالشكل ده، وهركنها على جنب، واجيب الخلاط بتاعي وهنزل بيه بيضتين يكونوا كبار وبدرجة حرارة المطبخ. هنزل بكوباية من السكر، كوباية من الحليب الدافي، ونص معلقة من الفانيليا، ونص معلقة من الأسانس الحليب، معلقة كبيرة من الخل، ونص كوباية من الزيت على سمنة أو زيت بس أو سمنة بس زي ما تحبي. وهنضربهم كويس جدا لغاية ما يدوب معايا السكر تماما ويعمل معايا رغوة بالشكل ده، وهقلب طبعا كويس لغاية ما يضيع عندي أي تكتلات. نص معلقة الأسانس الحليب دي بتفرق جدا جدا في الطعم، وبتخلي طعم الكيك غني كده ودسم. في قالب كده أو في صينية مقاس 24 مبطنة كده بالدقيق، وطبعا مدهونة سمنة، وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 في وسط الفرن. هجيب جزرولة كده أو حلة صغيرة وهنزل بيه كيس بخيره، ده بالظبط نص كيلو أو كوبايتين، وهنزل بيه كريمة كاسترد اللي هو الشوكولاتة بيكون منه في فانيليا. هنزل بيه كله هو بالظبط 4 معالق كبار، ونص كوبايه من السكر، ونص معلقه من الفانيليا، ومعلقه واحده بس من الكاكاو الغامق الاسباني عشان بس يعزز لي اللون وكمان يعزز لي الطعم. وهنزل طبعا بيه على النار لغايه ما يربط معايا ويكون كريمي بالشكل ده. انا مش عايزاه يكون تقيل. طبعا انت بتستبدلي كريمه الشوكولاته دي اللي هي الكاسترد ب3 معالق من النشا بداله، لكن انت هتجيبيه زي ما هو كده وتفضيه كله هو بالظبط 4 معالق. انا هقلب الكيكه معاكم كده طبعا بعد ما طلعت واختبرتها، قلبتها تاني وهعين الوش، والمفروض تعيني وش يكون رفيع شويه عن دوت، او لو حبيتي تكون طبقه الحشوه تكون عاليه ممكن تصب الخليط ده في صينيه مقاس 22 او 20، هتدي معاكي ارتفاع وسمك للحشوه كويس جدا. طبعا انا هحدد بالسكينه وهطلع كده كل الحشو اللي جوه، وطبعا مش هترميه لان انت تستخدميه في ترايفل او اي وصفه تانية. انا هطلع كده كل القلب بتاعها، وهنزل بكريمه الكاسترد بالشكل ده. انا سبتها بس تهدى حاجه بسيطه جدا، لكن هي طبعا فيها بخار اهي، يعني هي ما زالت سخنه. الكيكه بس هي اللي بيتها، بس يفضل انك انت ما تبيتيهاش عشان بتكون هشه اكتر وطريه. هاجي بقى كده بعد ما عبيتها انا هغطيها، ولو متوفر عندك مربى اي نوع تدهني كده بالفرشه. لو عندك عسل ابيض مفيش مشكله، هي بس مجرد ماده لاصقه. وهستخدم جوز الهند بالشكل ده. هوزع بقى جوز الهند بالشكل ده. طبعا ممكن تعملي الحركه دي بسوداني مجروش مفيش مشكله، بس دوت يعني التزيين اختياري بالشكل ده. وهقطعها معاكم بقى. الكيكه طريه جدا والحشو متماسك وفي نفس الوقت كريمي، انا مش عايزاه يكون جامد قوي، لذلك انا حطيت حوالي 4 معالق بالظبط اللي هي 50 جرام بالظبط من كريمة الكاسترد. ده الشكل بتاعها النهائي، شكلها حلو وكمان طعمها جميل جدا. الحشوة مع الكيكة خفيفة جدا، وكمان ميكس الجوز الهند رائع بصراحة. جربوها ان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك لو عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.